ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شوفوا بقى الجمال والحلاوة، بجد حاجة جنان، طعم فظيع، حاجة جديدة ومختلفة وهتعجبك جدا وهتعجب اولادك. هنعمل ايه مع بعض النهاردة؟ هنعمل مع بعض كنافة بالشوكولاتة، وهنعرف مع بعض ايه بديل النوتيلا، ولو انتي ما عندكيش نوتيلا هنحط ايه بديل النوتيلا. يلا نسمي الله ونشوف المقادير. هنا بقى معايا نص كيلو كنافة مفرزاها في الفريزر بالشكل ده كده. هبدأ بقى أعمل شربات الكنافة الأول، عبارة عن كوبايتين سكر وكوباية مية. هبدأ بقى أرفعهم على النار، وأول ما يبدأ يغلي معانا بالشكل ده كده هضيف له نص عصرة الليمونة. هنا بقى هاجي الكنافة بتاعتنا، بدأت أحط نص كمية الكنافة وحطيت عليها معلقة من الكاكاو، عشان طبعا الكبة مش تاخد الكنافة كلها. وبدأت أفرمها بالشكل ده، وبعد كده هحط برضو النص التاني واحط عليه معلقه كاكاو لغايه لما فرمتها كلها. لو انتي ما عندكيش كبه ممكن تفركيها طبعا بايديكي، واهم حاجه يكون الكاكاو نوع كويس علشان ما يمررش معاكي الكنافه. وهنا بقى بدات اضيف عليها نص كوبايه سكر بودره ونص كوبايه سمنه سايحه او زبده زي ما انتي حابه. وهبدا بقى اخلط كل المكونات دي كلها مع بعض بايديكي بالشكل ده. انا عايزه كل الكنافه بتبقى كلها متغلفه بالسكر والسمنه، يعني ما يكونش واحده فيها وواحده ما فيهاش. وهنا بقى بدات اجيب الصينيه اللي انا هستخدم فيها. طبعا الصينيه هتدهنيها سمنه كويس بالشكل ده كده علشان الكنافه ما تلزقش في الصينيه. وهبدا بقى احط نص كميه الكنافه والنص التاني طبعا احطه على الوش. انتي بتفردي الكنافه، افرديها كويس واضغطي عليها كويس بايدك او باي حاجه عندك. وابدأي كده وانتي بتضغطي عليها وبتفرديها تعملي لها حواف من على الجنب، علشان لما نبدأ نحط الحشوة بتاعتنا ما تطلعش بره الصينية. انا هنا بدأت اجيب كوباية بالشكل ده واضغط عليها كويس واعمل لها حواف من على الجنب. كده خلاص جهزت معانا وبقت معانا بالشكل ده. في الوقت ده طبعا لو انت عندك نوتيلا هتبدأي تفردي فيها النوتيلا، ولو انت ما عندكيش نوتيلا هتبدأي تعملي ايه؟ هتجيبي كوبايتين ونص من اللبن او الحليب بالشكل ده كده، وهتضيفي عليهم ربع كوباية كاكاو أو معلقتين من الكاكاو. طبعا لازم يكون الكاكاو كويس جدا زي ما احنا قلنا عشان ما يمررش معاكي. وضفت عليهم 3 معالق كبار من النشا بالشكل ده كده. وهبدأ بقى أخلط كل المكونات دي كلها مع بعض. ممكن لو انت عايزاها مسكرة تضيفي لها معلقتين سكر أو تكتفي بالشربات اللي احنا هنحطه. وهبدأ بقى أرفعها على النار بالشكل ده كده مع التقليب المستمر لغاية لما تبدأ تتقل معانا. وهنا بقى ضفت لها شويه من حبيبات الشوكولاته علشان تعزز الطعم كده وتديها طعم حلو. طبعا هبدا تاني اخلط بالمضرب بالشكل ده لغايه لما يبدا يتقل معانا. وبعد ما تقل معانا هبدا بقى افضيه كله على الكنافه زي ما انتوا شايفين كده. وهبدا بقى احط شويه برضو من حبيبات الشوكولاته علشان تديها طعم كويس، عشان كله يبقى شوكولاته في شوكولاته، اديتها طعم حلو قوي. وهبدا بقى احط النص التاني من الكنافه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وافردها كويس قوي علشان يبقى شكلها حلو لما تستوي. بتسويها كويس وتفرديها كويس. كده خلاص بقت معانا بالشكل الجميل ده وسويتها كويس. هبدأ بقى احطها في الفرن على درجة حرارة 200. احطها الاول من تحت تستوي من تحت، وبعد كده تولع عليها الشوايه من فوق. بتسويها اوعي تسهي عليها علشان طبعا الكنافه بتاعتنا كلها لونها بني، عشان مش هتعرفي هي استوت ولا لا. فطبعا افضلي متابعاها كل شويه بشويه. وبدات طبعا هنا بعد ما طلعت اسقيها بالشربات البارد اللي انتوا شايفينه بالشكل ده. اي كميه طبعا تناسبك انت، وانت عايزاها مش مسكره ما تضيفيش كميه كبيره من الشربات، زي ما انت حابه وعايزه. وبعد كده هبدأ بقى اقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شوفي بقى بعد ما قلبتها، شوفي بقى الجمال والحلاوه، التسويه بتاعتها يا دوبك مظبوطه. والحروف اللي على الجنب الغامقه دي لسه الكنافه مش شربتش الشربات عشان أنا قلبتها بسرعه. وهنا بقى كان عندي قطع من الشوكولاته، بدأت اسيحها بشويه لبن وحطيتها في كيس وبدأت ازينها بالشكل الجميل ده، تديها طعم وشكل طبعا حلو قوي. كده خلاص بقت معانا بالشكل القمر ده. بصي مش قادره اقول لك يا جماعه فظيعه. طبعا شوكولاته من بره شوكولاته من جوه، جميله جدا وطعمها حلو قوي. بجد جربيها وهي بجد تستاهل التجربه.
يا جماعه انا ما استنيتش لما هي بردت، كلتها وهي سخنه خالص وسايحه بالشكل الجميل ده. وطبعا دي حاجة جديدة ومختلفة عن كل الكنافة اللي احنا بنعملها. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، بجد يا رب يعجبكم. ما تنسيش تعملي لايك وشير ومتابعة للقناة عشان يوصل لك كل فيديوهاتي، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.